السلام عليكم. ده روتين يوم كامل، هنعمل فيه حاجات كتير، كله طاقة ونشاط. قومي يلا اعملي معايا الحاجات دي. الحاجات هتبقى شكلها جميل لدرجة انت هتعملي زيها. انا بتبسط قوي لما حد من المتابعين يقول لي احنا شفناكي عملتي كذا وشجعتينا وعملنا. حطيت زيت في المقلاية. انا هعمل صيادية سمك، ما قلتلكوش هعمل ايه. هعمل صيادية سمك، اللي عايز يعرف طريقة صيادية السمك دي طريقتي. بحط 3 معالق بصل في زيت غزير شوية، متقلليش الزيت عشان البصلة ما تتحرقش، لان هخلي البصلة لونها بني. هقلب فيها كده واروح واجي عليها اقلبها. وده السمك، حطيت عليه ليمون، ما تحطيش عليه خل، ليمون ماشي. وتقلبي بقى في البصلة، واروح انشر هدوم وارجع تاني للبصل. البصلة موطية عليها، لما ببعد عنها شوية بوطي عليها. احنا في فصل الشتاء كل شويه بقلب في الهدوم وانشر هدوم واحط هدوم، والله زهقت. وده الزيت اللي انا طلعت منه البصله. تاني هتستعملي في اي حاجه تانية، ما ترموهوش. وحطيت حلتين فيهم ميه. دي البصله اللي انا خليت لونها بني غامق، مش محروقه، هي بني غامق. وفركتها بالملح والكمون، وحطيتها في الميه في المصفى. حطيتها في المصفى والمصفى في الميه بالطريقه اللي انت شايفاها دي، عشان الميه تاخد اللون ده. ده لون الصياديه. وحلة فيها الرز وحلة فيها السمك، بتظبطي ملحك. وتحطي طماطمايه في حلة السمك. طماطمايه مش متقطعة ولا حاجة، يعني قطع منها جزء صغير وتحطيها في حلة السمك، بتدي للشوربة طعم حلو. وتحطي البهارات والملح. البهارات تحطها في حلة السمك، مش مهم يعني في حلة الرز قوي. اهم حاجة تظبطي الملح. وده المخلل اللي انا عاملاه برضو، عاملة ليمون وفلفل ولفت، وقرب يخلص وان شاء الله هجيب غيره قريب. كانت بالشكل الجميل اللي شايفينه ده، كان طعمها جميل. ده كان بالنهار الصيادية. بقينا بقى بالليل هنعمل قرص. ما احنا بالليل وبالنهار بقى شغل في المطبخ، احنا يعني منبطلش. ده كيلو دقيق، يا دوبك كيلو دقيق عشان الاسعار غالية. كيلو الدقيق لوحده ب20 جنيه، عشان تعمل الكيلو قرص هتكلف اكتر من 50 جنيه. كانت كوباية سمنة سيحتها بقت نصها، كملتها بزيت وحطيتها على الدقيق. وفركت الدقيق بالزيت، قلبت كده بالمعلقة وبعدين فركت بايديا. وكان عندي كوبايتين وش لبن وذرة ملح. وحطيت 3 معالق سكر والخميرة والفانيليا. دي كل المكونات. وعجنت. ولما تحتاج وظبطي بقى العجينة بالمية. عجينة القرص بتبقى طرية، ما تخليهاش ناشفة. عجنتها زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما تتظبط معاكي وتبقى كويسة وتلم. حطيت سمسم، نسيت اقول لكم على السمسم. بعد ما خلصت حطيت كيس، وحطيت فوطة مطبخ بعد ما خلصت، عشان تغطي العجينة تسخن وتسيبها بقى ساعة. في الوقت ده برضو شفت ورايا ايه اعمله. عملت سحلب. السحلب كان مكسرات على الوش. انا احط مكسرات بس؟ لا، كبت شوية مكسرات عشان اجيب من تحت السحلب. وحطيت شوية مكسرات وقلبت في اللبن. دي كوباية لبن وكوباية مية. لو عايز تعمله كله لبن ماشي، بس لو كله مية ما هيبقاش حلو. ما خلصت السحلب بدأت بقى اعمل القرص بقى. عملت كور قد البيضة كده وبططها، ما بخليهاش تخينة قوي لان هي هتتخن شوية في الفرن. انا عاملاها في فرن البوتاجاز. لو فرن البوتاجاز ده كويس اعملي فيه، لو عندك فرن عادي اعملي فيه برضو، المتاح اعمليه. وعملت الشاي، كان القرص بالشاي بجبنة. والقرص كان طعمها جميل، والله كانت جميلة قوي قوي. عيني وش اللبن بيخلي طعم القرص طعمها حلو. وما تنسيش اللايك والشير، والف سلام.